التحرش. يمكن تشوفه هذا عنوان قديم ومستهلك، وهو اللي يخلي هذا الملف مهمل بدون علاج. التحرش صار أكبر من كونه ظاهرة خطرة، وإنما صار أسلوب حياة يومي لكثير من الشباب والمراهقين. وكالة ANF نشرت إحصائية على 57% من النساء العراقيات يتعرضن للتحرش اللفظي من قبل الشباب المراهقين، و20% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي. أكيد هاي النسب ما راح تبقى ثابتة بمرور الزمن، أكيد راح تكون في تصاعد. بالإضافة إلى حالات المخدرات والجهل والضياع، راح تكون هنالك نسبة للتحرش بالنساء يعني بشكل مو طبيعي جدا. تخيل تكون زوجتك